لو في حد تعبان وحابب ياكل مسقعة والدكتور مانع ان هو ياكل البدنجان مقلي، تمام. المسقعة دي اللي انا عاملاها المرة دي حلوة قوي قوي. اي حد تعبان ممنوع ياكل مسقعة اللي هي بتبقى محمرة في الزيت وما عندوش امكانيات يشتري اير فراير. اعملوا الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا، هتشوفوها معايا في الفيديو. اتمنى من المشاهدين الجدد اللي بيشرفوني في القناه لو عجبكم الفيديو لايك وشير علشان غيركم يستفيد، حتى لو حد تعبان يستفيد بالوصفه. الوصفه حلوه قوي، اي حد بيعمل دايت الوصفه دي حلوه قوي. انا هنا عامله طريقتين، الطريقه دي والطريقه التقليديه العاديه، وفي طريقه تاني شفتها على الانستجرام نزلتها لكم، هقول لكم ما تعملوهاش لان هي مش حلوه، مليانه كميه زيت كتير قوي. هنجيب وok هنا او حله وهننزل فيه بمعلقه زيت وبصلايه وسط وفصين توم كبار او 5 صغيرين، تمام. هنا هندبلهم، يعني انا مش هحمر، انا هدبل. حابه تدبلي الاول الثوم وتنزلي بالبصل براحتك، البصل والثوم براحتك. هنا البصل بيديني طعم مسكر سبحان الله، مخلي الصلصه طعمها تحسي هي مسكره ازاي ما تعرفيش. الطريقه دي طعمها حلو قوي قوي. معروف المسقعه بتتعمل بالثوم صح؟ فاحنا دلوقتي لما تيجي تعمليها علشان تخلي الصلصه خفيفه وما تعملكيش حموضه، ضيفي حبه بصل وسط صغيره حسب الكميه اللي انت هتعمليها. بعد ما بندبل البصل مع الثوم، بالمناسبه انا بفرم الاتنين مع بعض وبدبلهم مع بعض هما الاتنين، بشم ريحه الثوم خلاص. بعد ما شمينا ريحه الثوم بننزل بحبه فلفل كبيره اخضر او حبتين وسط، غسلناهم شلنا البذور من جوه، قطعناهم قطع صغيره مكعبات نونو خالص، تمام. هنقعد نقلب فيهم لغايه لما الفلفل يدبل معانا، مش هنخليه طري كده يجيب ميه، لا بس يدبل يعني يبقى فيه قرشه شويه كده. بعد ما ندبل الفلفل ده هيبقى عندك كوبايتين عصير طماطم من الكوبايه الكبيره. بصوا انا مستعمله الكوبايه اللي هي، يعني بصوا في حدود انا حاطه يمكن نص لتر عصير طماطم. ده تقيل شويه لان انا كنت هسبكه وما كملتش تسبيكه، هزود عليه ربع كوبايه ميه. انتوا برضو شوفوا يعني الكميه اللي انتوا هتعملوها ايه، هتعملوا بتنجان قد ايه. المهم بعد ما نزلنا بالعصير بتاع الطماطم هنا، او لو هتعملي صلصه بقى تقلبيها في الميه براحتك، معرفش بيعملوها ازاي اصلا. بعد ما نزلنا بالطماطم هنا، ادي ربع كوبايه الميه المغليه، هنضيف بقى ملح، معلقه ملح، معلقه سكر، معلقه بابريكا، السكر معلقه صغيره خالص، ونص كمون. اللي حابب يضيف فلفل اسود يضيف نص فلفل اسود، ومعلقه صغيره كزبره ناشفه اللي هي الكزبره اليابسه بتاعتنا. في قاعده حابه اقولها لكم بالنسبه لاي صلصه عموما هتعمليها، للكشري، لطواجن المكرونه، للمسقعة هنا، لصلصة الكفتة، كفتة الرز أم صلصة. لما تيجي تضيفي الكمون دايما بيبقى الكمون نص الكزبرة، علشان لو كمون قد مقدار الكزبرة هيمرر معاكي. دايما الكمون يبقى نص والكزبرة تبقى معلقة. للناس الجديدة اللي مش عارفة في المطبخ حاجة، البنات المبتدئة، القاعدة دي حطيها في دماغك. السكر بيعادل الحموضة اللي في الطماطم فبتديكي طعم حلو. البابريكا بتغير اللون وبتديكي لون وطعم حلو جدا، وبالذات البابريكا المدخنة. كده خلاص بعد ما تغلي معانا هطفي عليها النار، بس دلوقتي انا هسيبها شويه تسبك حاجه بسيطه، مش هخليها ناشفه قوي، لا بس تغلي شويه. في الفتره دي انا هحمر البتنجان، وفي نفس الوقت وانا واقفه برضو هحط بدنجان تاني يتشوي على البوتاجاز من فوق. وبالمناسبه البتنجان المشوي على البوتاجاز طعمه وريحته احلى من البتنجان المشوي في الفرن. ناس كتير بتستسهل وتشوي البتنجان في الفرن، لا، ريحه الشوي من فوق سبحان الله بتدي البتنجان طعم احلى بمراحل من اللي في الفرن، تمام. لما اجي احمر البتنجان في الزيت بعمل ايه؟ بعد ما انا مقطعه ورشه عليه ملح ونزل ميته، بجيب فوطه مطبخ غامقه، دلوقتي المناديل غاليه خلاص، بفرش فوطه، بحط على الضرفه قطع البتنجان وبغطي بالطرف التاني وبنشفه تماما حتى الفوطه بتتغرق ميه بعدين، وبعدين بنزله في الزيت احمره، تمام. بعد ما احمره خلاص كده خرجته على مناديل، امتص منه الزيت، حطيته في طبق تاني ونزلت عليه بالصلصه، اخدت كبشتين بس مش اكتر من كده حسب الكميه اللي هتعملوها. كده خلاص خلصنا البتنجان اللي هو متحمر في الزيت. هنيجي بقى للبتنجان المشوي، هتقشريه ازاي؟ هاتي مصفى سلك كبيره، حطيها تحت الحنفيه في الحوض، افتح الميه، امسكي البتنجانيه في ايدك بعد ما تبرد شويه علشان ما تتلسعيش لان هي بتطلع بخار بيحرق الايد على طول. بعد ما تبرد تحت الحنفيه وقشريها، القشر الاسود هينزل في المصفى السلك كده، ما يبقاش وسخت الحوض، تمام، وتحافظي عليه ما يتسدش. بعد ما خلصنا كده بنحطها في مصفى تاني سلك تنزل الميه بتاعتها، وبعدين بناخدها بنحطها في طبق زي ما انتم شايفين كده، بتقطعوها بالسكينه قطع صغيره خالص 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 تفرميها. بعدين هنجيب الصلصه هننزل عليها بكبشه كبشتين حسب الكميه اللي انتوا عاملينها، تمام.
لو حابه تسيب الصلصه عليها من فوق وتكسري اللون بحبه بقدونس، تمام زي الفل، حسب ما انت حابه تقدميها ازاي. يعني عايزه كده بالشكل ده، خلاص اوكي. عايزه تلخبطيها مع بعض بالمعلقه، تمام زي الفل، اللي انتوا حابينه. يعني الاكل اذواق، وكل واحد يقدم بالطريقه اللي تعجبه. انا قلت هلخبطها على بعضها كده عشان الاطفال وهي بتاكل يبقى كده افضل. على فكره ممكن تحشيها سندوتشات وتاكلي. المسقعه شرحه ممكن تتحشي سندوتشات وتتاكل. في طريقه بقى شفتها على الانستجرام بس انا ما عجبتنيش، ليه؟ كلها زيت بصراحه، مليانه كميه زيت رهيبه. يعني انا ما انصحش بيها، لكن اللي حابب يعملها براحته، يعني از يو لايك. بتثقوا فيا؟ لا ما تعملوهاش. هتجيب رغيف عيش، يعني الولد هو شاب اللي كان بيعملها، الولد جاب رغيف عيش، فتحه بالسكينه وحط فيه، مش فاكره بالمقص، حط فيه اسمه ايه ده، مسقعه من المحمره في الزيت، تمام، ما هي كده كده محمره في الزيت يعني واخده زيت برضو، وحطها في الرغيف. وجاب حبه جبنه موتزاريلا وحطها، وبعدين كبس الرغيف، وجاب بعد كده طاسه حط فيها معلقتين زيت وعمل ايه، وحمص الرغيف، تمام. كده في كميه زيت يعني دخلت الجسم محترمه كتير قوي قوي، فظيعه بصراحه. انا عملتها وكلتها، مش هرميه، حرام الايام دي ما ينفعش نرمي حاجه، حرام. بعد ما اكلتها بقى حسيت بتأنيب الضمير بصراحه، شلت شاي اخضر بالجنزبيل وجنزبيل بالليمون علشان اسيح كميه الزيوت اللي دخلت جسمي دي كتير قوي قوي. فانتوا اعملوا، لو حابين تعملوا رغيف كده بجبنه موتزاريلا، يعني انصحك احشي الرغيف من المسقعه اللي هي بالبتنجان المشوي، هيبقى احلى وطعم وجميل جدا جدا. اعملوا الطريقه دي لو حابين. وبعدين لما تيجي تديله صدمه بقى، ممكن تدهني الطاسه دهنه خفيفه قوي بالفرشه، مش نحط معلقتين زي ما هو غرقها كده، لا لا. انا قلت خليني اجرب زي ما هو عمل، بس طلعت عبيطه فيها بصراحه. يلا ما علينا، ما لازم نتعلم. لو انت عندك بقى ساندوتش ميكر، يبقى كده زي الفل، حطيه في الجهاز بتاع الساندوتش ميكر واديله بقى صدمه، ينشف معاك الرغيف ويتحمر وبس، خلاص. برضو بندهنه زيت، حاجه بسيطه. لكن ده بصراحه شارب زيت كتير، انا ما انصحش بيه. هو شكله حلو لكن طعمه تقيل. ما تنسوش الصبح بقى تشربوا الميه الدافيه، تشربوا القهوه بالجنزبيل، قهوه بالليمون، كل ده بيفرق قوي في الجسم يا جماعه والله. وبس كده، واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر يا رب.